متتبعي الأوفياء، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في وصفة أخرى من وصفاتي. كنتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، تكون أموركم طيبة وتكونوا في تمام الصحة والعافية. إن شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الميني ساندويتش بواحد العجين قطني خفيف كيجي بنين بزاف، وواحد الحشوة اللي مختلفة، يعني عمارة جديدة. نتمنى أنها تعجبكم، لكن قبل ما ندوزو للتفاصيل ما تنساوش واحد جيم لا فيديو دعما للقناة، لايكاتكم، البارطاج ديالكم والاشتراك في القناه الا كنت اول مره كتشوفوها. مرحبا بكم، ودابا ندوزو للطريقه والمكونات وفرجه ممتعه. بسم الله. لتحضير هذه الوصفه هذه غادي نحتاجو واحد 40 غرام من خميره الخبز، تقريبا واحد ملعقتين كبيرتين مملوءتين جيدا، زائد ملعقه كبيره من السكر. نضيفوا عليهم واحد نصف كاس عنبه من الماء الدافئ، نخلطوا مزيان هادشي ونخليو هاد العناصر تفاعل على جنب. بالنسبه للعجين غنحتاجو 500 غرام الدقيق الابيض، نضيفوا عليه ملعقه صغيره من الملح، ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية الخاصة بالحلويات. غادي نحتاجو بيضة صفر نحتفظ به للدهن، ربع كأس عنبة من الزيت النباتية يكون وافي شوية. هنا عندي 2 المعالق كبار من الياغورت الطبيعي بدون سكر، وهنا عندي شويه ديال الاعشاب المنسمه. لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتو، واخا ديروا غير الزعتر ماشي مشكل، ممكن الاستغناء عليهم ما كيعجبوكمش. هنا بعد ما تفاعلت الخميره غادي نضيفوها على باقي العناصر، وغادي نجمعوا العجين ديالنا بالماء الدافئ. بالنسبه للمكونات غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. غادي نبداو نضيفوا الماء بالتدريج وحنا كنجمعوا العجين ديالنا. العجين ما خصوش يجي قاصح بزاف، ما خصوش يجي عاود كيلصق بزاف في اليدين باش ما يعذبكمش في التشكيل. غادي نستمروا هكا حتى غادي نجمعوا العجين ديالنا، ندلكوه شويه هكايا حتى غادي نشوفوه القوام ديالو رطب، وغادي ندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت وصافي. غادي نحاولوا نجمعوا العجين ديالنا هكا للوسط ونغطيوه ونخليوه يختمر مزيان وتضاعف الحجم ديالو. بالنسبه للحشو اولا العماره غادي نحتاجو 3 البصلات متوسطين نقطعوهم جوانح، الا كانت عندكم البصله كبيره ديروا 2. غادي نحتاجو 2 من صدر الدجاج اللي غادي نقطعوهم مكعبات موسطين على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو نصف ملعقه صغيره من الخرقوم اولا الكركم، ربع ملعقه صغيره من سكينجبير، ربع ملعقه صغيره من القرفه، ربع ملعقه صغيره من الفلفل الاسود اولا الابزار، ونصف ملعقه صغيره من البابريكا اولا التحميره. غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال العسل. غادي نحتاجو هنا شويه ديال القزبور حبوب مطحون، تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره، نصف ملعقه صغيره من بودره الثوم، ملعقة كبيرة من صلصة الخردل أو لا موطارد، عندي نصف ملعقة صغيرة من العطرية ديال المشاوي، هذه كتبقى اختيارية ما عندكمش ماشي مشكل، ممكن الاستغناء عليها. عندي نصف ملعقة صغيرة من الأعشاب المنسمة، حتى هي ممكن الاستغناء عليها على حسب الرغبة. ملعقة كبيرة من الزبدة. غادي نحتاجو 3 ملاعق كبيرة ديال الزنجلان ويكون محمر، الملح حسب الذوق، وغادي نحتاجو واحد نصف كأس عنبة من زيت الزيتون. في واحد المقله غادي نفرغوا الزيت ونضيفوا عليها الزبده ونخليوهم يسخنوا وتذوب ديك الزبده. من بعد غادي نضيفوا البصله ونخليوها تهبط، بعد ما كنضيفوا القياس ديالنا ديال الملحه ونخليوها كتشحر حتى كتهبط مزيان، وديك الساعه غادي نضيفوا باقي المكونات. بعد ما كتنزل البصله ديالنا كيف كتشاهدوا غادي نضيفوا مكعبات الدجاج، وغادي نضيفوا معهم ديك العطريه والتوابل اللي سبق لي ذكرت لكم في المكونات. غادي نخلطوا مزيان هاد العناصر هادي ونخليو حتى غادي يطيب الدجاج.
ومن بعد غادي نضيفو العسل. بعد ما كيطيب الدجاج نضيفو واحد 2 المعالق كبار ديال العسل، وغادي ندخلو مزيان هاد العسل هذا في العناصر كامله. صافي غير غادي نشوفوا القوام ديال الحشوه انسجم كيف كتشاهدوا. غادي نطفيو على البوطه وغادي نضيفوا داك الزنجلان كاخر مرحله. صافي نخلطوا مزيان ونخليو الحشوه ديالنا تبرد وندوزو باش نشكلوا العجين. بعد ما كيختمر العجين غادي نرش سطح العمل بالدقيق وغادي نخرج منه داك الهواء اللي فيه ونقطعوا قطع صغيره متساويه، وغادي نشكل كويرات في نفس الحجم. بالنسبه للحجم ديال هاد لي ساندويتش هادو ممكن نتوما تحكموا فيهم، بغيتوهم صغار ولا كبار لكم الاختيار. غادي نبدا نعاون بالدقيق وغادي نشكل الكويرات ديالي كما هو موضح في لا فيديو. وللإشارة هذا العجين هذا هو عجين سحري، ممكن تستغلوه في مجموعة من الفطائر والمخبوزات، يعني صالح لجميع أنواع المخبوزات. ممكن ديروا به بيتزا، ممكن ديروا به ليشنيك، ممكن نيشنيك مالحين، ممكن ديروا كرواسة مالحة، يعني أي حاجة ممكن تستعملوها أو لا عفوا تحضروها بهذا العجين هذا. بالنسبة للحشوة اللي عطيتكم اليوم ماشي بالضرورة تلتزموا بها، ديروا أي حشوة عندكم في الدار ما كاين حتى مشكل. غادي عندي هنا الزبده بحراره المطبخ، ضروري تكون بحراره المطبخ. غادي ندهنوا غير داك الجزء السفلي كيف شاهدتوا، وغادي نجمعوا العجين ديالنا بحال البزطام كيف كتشاهدوا، وغادي نستفوهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. بعد ما كنساليو الكميه اللي عندنا غادي نطربوا داك صفار البيض اللي احتفظنا به عفوا، وغادي نزيدوا عليه قطرات ديال الخل باش يحيد الزفوريه ديال البيض. غادي نصفيوه وغادي ندهنوا الفطائر ديالنا من الفوق كيف غادي تشاهدوا معايا دابا. ومن بعد غادي نزينو بشويه ديال الجبن المبشور. الا كان عندكم الموتزاريلا كان احسن. بالحق هذه حتى هي غير مرحله اختياريه، ما بغيتوش ديروها ماشي مشكل، ممكن ديروا غير شويه ديال الزنجلان تزينوا به اولا داك الخشخاش اولا اللي بغيتو. نخليوهم شويه غير يرتفع شويه الحجم ديالهم، وغادي ندخلوهم الفران اللي مسخن على درجه حراره 200، وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيطيبوا. صافي غادي نغطيوهم واحد 10 دقائق وغادي ندوزو نعمروهم. هذه هي الحشوه ديالنا بعد ما بردات، وعندي معها شويه ديال الخس، وعندي شويه ديال الزنجلان محمر للتزيين. بالنسبه للفطائر ديالنا كيجيو خفاف وكيتفتحوا بكل سهوله، هانتوما كيف كتشاهدوا. وغادي نعمروهم بالطريقه اللي كتشاهدوا، راه كلشي عارف كيفاش. بالنسبه كيف قلت لكم الحشوه ما يعني ماشي شرط انكم تلتزموا بهذه، ديروا اي حاجه عندكم في الدار. صافي غادي نديروا كميه من هاد العماره هذه، وغادي نزينوا بشويه ديال الزنجلان محمر ونقدموهم بالصحه والعافيه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها بالصحه والعافيه. شكرا على حسن المشاهده، نتلاقاو شي فيديو اخر بحول الله. تحياتي لكم جميعا اينما كنتم، تبقوا على خير.